صباح الفل عليكم، صباح الحلويات. يومكم عسل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. بصوا يا حبيبي، هنعمل النهارده طريقة عمل التومية. هنحط كوباية مية، كوباية ماء، وهنحط عليه معلقتين دقيق ومعلقة نشا. مش يا حبايبي؟ هنقوم مقلبينها كويس كده. هنجيب مضرب سيليكون او مضرب عادي، ونضرب بيها كويس عشان المعلقة مش هتضرب حلو. ماشي. هنعمل تومية شامية. طريقة عمل التومية الشامي. ماشي يا حبايبي؟ هما بيعملوها بالطريقة دي، بيعملوها بالنشا. ماشي يا حبايبي، هنعملها بقى بالنشا كده زي ما انتوا شايفين كده، ونقلبها كويس. ماشي، هنقلبها حلو كويس يعني. ناخدها تقليبه حلوه كده قبل ما نحطها على النار. وبعد ما قلبناها نحطها بقى على النار، وتبقى جميله قوي وطعمها حلو قوي. وهوريكم طريقه يعني مختلفه شويه، يعني هما بيعملوها بالنشا، انا هعملها بطريقه مختلفه شويه. عشان بس ما حدش يكتب لي في التعليقات ان هي معموله بالنشا، بس هي بتتعمل بطريقه تانية. ماشي، انا هعملها بطريقه تانية. هي هما بيعملوها كده، بس انا هعملها بطريقه مختلفه شويه. عشان انا ما بحبش التوم فيها بيبقى حاد شويه، فانا مش مكتره التوم. بصوا بقى، بعد ما خلاص استبكت وبقت جميله كده وبكبكت وبقت ناعمه قدامي، فقمت جايبه بقى الملح هتبلها هنا قبل ما احطها في قلب الكبه. انا هضربها، في ناس بتضربها في الخلاط، لو عندك خلاط اضربها فيها، انا هضربها في الكبه. ماشي يا حبايبي؟ بصوا بقى، هنقوم حاطين معلقتين الملح زي ما انتوا شايفين كده، ومعلقتين الفلفل، ومعلقه شطه. لو انتوا مش عاوزين شطه عشان ما تخمقهاش بلاش شطه. لا، بس انا هحط لها حاجات مختلفه. لو بالطريقه ديت هتحطي معلقه زبادي ونص كوبايه لبن وهتبقى بيضه زي ما انت عايزه. لكن انا هعملها لونها مختلف شويه، هتبقى عامله زي 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 الطحينه كده. اسمها سلطه الطحينه. ماشي يا حبايبي؟ دي اللي انا هعملها بالطريقه دي. بس هتبقى طعم مختلف، يعني منها توميه ومنها سلطه الطحينه. ماشي يا حبايبي؟ هنقوم مقلبينها بقى زي ما انتوا شايفين كده. التوابل بقت ادت لون مختلف شويه، بس بتديها لون طعم حلو. او التوابل بس اللي انا حطاها دي بس، مش هحط حاجه تانية. وحطيت كنزبير. ماشي يا حبايبي؟ انا حطيت معلقه، نص معلقه شطه، ونص معلقه فلفل. انا حطيت هنا 3 تومات، 3 بس، انا ما بحبهاش. خلي بالكم التوم بيبقى حاد فيها جدا، بلاش تكتروا فيها التوم. ماشي يا حبايبي؟ التلاتة دولت بيخلوها حاد، يعني بيخلي طعم التوم باين فيها جدا. ماشي. ف... فعشان كده انا مش بحبها، التوم بيبقى فيها كتير. فحطيت 3 بس، وهقوم حط عليها معلقتين زبادي او نص علبة زبادي عندك. ماشي يا حبايبي؟ قمت حطاها من النوع ده، من الكبيرة البلدي دي، وقمت حطاها عليها وهضربها بقى في الكب. هضربها لغايه ما تبقى ناعمه خالص. هنحط عليها كمان معلقتين من الطحينه، معلقتين من الطحينه عشان تبقى طعمها حلو. هوريكم كل تفاصيلها ان شاء الله. هتعجبكم الطريقه قوي قوي. انا هضربها بقى كده شويه، وبعدين هحط لها حاجات تانية بعدين. بعد ما اضربها هنفضل نضرب فيها لغايه ما تبقى تنعم خالص، والثوم يختفي فيها في قلبها، في قلب الكبه كده، لغايه ما تبقى خليط ناعم. ماشي. انا هعملها بقى النهارده. بصوا، انا حطيت معلقه سكر. خلي بالكم معلقه السكر دي مهمه جدا، لانها بتعادل طعم التومه اللي هي بتدي. التومه لما بتبقى مش مستويه بقى بتدي مزازه كده وحرقان شويه. فهي ديت بقى هتقلل شويه من حتتها، من حته التوم. ماشي. ومعلقتين الطحينه دولت اللي انا هحطهم دولت برضك بتقلل من حته التوم. فقربوها بالطريقه دي هتحبوها قوي. عيالي ما كانوش بيحبوها بالتوميه، ان هي خالص خالص. فالطريقه دي بتبقى حتى شويه من طريقه التوم، ان هو يبقى ني. ماشي. حطيت لها معلقتين زي ما انتوا شايفين كده، وهنقوم طربينها مرة كمان. يومكم عسل ان شاء الله. متنسوش في اللايكات. لو اول مره تشوفوني، انا اسمي هند،
من ست الدار. ما تنسوش تعملوا، انت طلعت من ست الدار. ما تنسوش تخشوا في اشتراك في قلب القناة، ولو عجبكم اعملوا شير ولايك. يا رب يكرمكم يا رب، ويكبر خاطركم زي ما بتكبروا خاطري في التعليقات. ماشي يا حبايبي. بصوا بقت عامله ازاي، منها بصوا منها توميه، ومنها عامله زي ايه الطحينه كده. بصوا انا حطيت ايه شطه، حطيت عليها قصدي كزبره شبت وبقدونس ناشفين من اللي انا بعملهم. وعملت بطاطس، وعملت سلطه، وعملت فراخ باللي هي صوابع دي جميله قوي. وانا عامله التتبيله على القناه، لو انتوا دخلتوا هتلاقوها. وطريقه الطحينه بقول لكم جميله جدا. بصوا انا عملت الاكله دي جنب طاقه الطحينه، فعشان كده انا قلت لكم جنب التوميه، فعشان كده وريتها لكم ان هي بتتعمل جنب الاكل ده. ماشي. جميله قوي وخفيفه، وتعمل سندوتشات وتبقى حلوه قوي، وهتعجبكم الطريقه. ماشي يا حبايبي. البطاطس المقليه اللي انا عاملاها دي بقطعها بالترانش عندي، وبعملها بالطريقه دي. شوفوا جميله ازاي، مقليه عاديه يعني. وسلطه بلدي من بتاعنا المصريه. مع الف سلامه.